الله العظيم ونحن على مقربة من أذان الظهر. أسأل الله العظيم في عليائه أن يتغمد الفقير بواسع رحمته. اللهم اغفر له وارحمه، اللهم اغفر له وارحمه، اللهم اغفر له وارحمه، اللهم عافه واعف عنه، اللهم أكرم نزله، اللهم وسع مدخله، اللهم اغسله من خطاياه بالماء والثلج والبرد، اللهم نقيه من خطاياه كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم باعد بينه وبين خطاياه كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم أقله دارا خيرا من داره، وولدا خيرا من ولده، وزوجا خيرا من زوجه، وصحبة خيرا من صحبته، اللهم أدخله القبر بالسلام، اللهم هون عليه ظلمة القبر يا رحيم يا رحمن، اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة، ولا تجعله حفرة من حفر النيران، اللهم ثبته بالقول الثابت عند السؤال، اللهم اجعل إجابته إذا سئل أن يقول ربي الله ودين الإسلام ونبي محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم يا ربنا اجعل عن يمينه نورا، وعن يساره نورا، ومن أمامه نورا، ومن ورائه نورا، ومن فوقه نورا، ومن تحته نورا، وعظم له نورا، واجعله في نور على نور منك ومن نور سيدنا ومولانا المصطفى صلى الله عليه وسلم. اللهم شفع فيه الصيام والقرآن، وشفع فيه سيدنا سيد الأنام المصطفى صلى الله عليه وسلم. اللهم أخرجه من القبر بسلام، اللهم احشره يوم الحشر بسلام، اللهم اجعله في ظل عرشك يوم لا ظل إلا ظله، اللهم متعه بالنظر إلى وجهك الكريم، اللهم لا تنشر له ديوانا ولا تنصب له ميزانا، وأدخله الجنة دار السلام بسلام مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. اللهم اغفر له وارحمه، وارفع درجته في المهديين، واخلقه في عقله في الغابرين، واغفر اللهم لنا وله وللمسلمين أجمعين. اللهم اغفر لحينا وميتنا، وشاهدنا وسامعنا وغائبنا، وصغيرنا وكبيرنا، وذكرنا وأنثانا، اللهم آتنا أجره ولا تفتنا بعده، واغفر اللهم لنا وله ولسائر المسلمين أجمعين، واحفظ بفضلك مصر أمنا أمانا، سلما سلاما رخاء، وسائر بلاد المسلمين. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وتوفنا بفضلك مع الأبرار، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. وصل اللهم على الصادق الأمين سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم. الله العظيم ونحن على مقربة من أذان الظهر. أسأل الله العظيم في عليائه أن يتغمد الفقير بواسع رحمته. اللهم اغفر له وارحمه، اللهم اغفر له وارحمه، اللهم اغفر له وارحمه، اللهم عافه واعف عنه، اللهم أكرم نزله، اللهم وسع مدخله، اللهم اغسله من خطاياه بالماء والثلج والبرد، اللهم نقيه من خطاياه كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم باعد بينه وبين خطاياه كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم أقله دارا خيرا من داره، وولدا خيرا من ولده، وزوجا خيرا من زوجه، وصحبة خيرا من صحبته، اللهم أدخله القبر بالسلام، اللهم هون عليه ظلمة القبر يا رحيم يا رحمن، اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة، ولا تجعله حفرة من حفر النيران، اللهم ثبته بالقول الثابت عند السؤال، اللهم اجعل إجابته إذا سئل أن يقول ربي الله ودين الإسلام ونبي محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم يا ربنا اجعل عن يمينه نورا، وعن يساره نورا، ومن أمامه نورا، ومن ورائه نورا، ومن فوقه نورا، ومن تحته نورا، وعظم له نورا، واجعله في نور على نور منك ومن نور سيدنا ومولانا المصطفى صلى الله عليه وسلم. اللهم شفع فيه الصيام والقرآن، وشفع فيه سيدنا سيد
اللهم اخرجه من القبر بسلام، اللهم احشره يوم الحشر بسلام، اللهم اجعله في ظل عرشك يوم لا ظل الا ظله، اللهم متعه بالنظر الى وجهك الكريم، اللهم لا تنشر له ديوانا ولا تنصر له ميزانا، وادخله الجنه دار السلام بسلام مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. اللهم اغفر له وارحمه وارفع درجته في المهديين واخلفه في عقله في الغابرين، واغفر اللهم لنا وله وللمسلمين أجمعين. اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وسامعنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا، اللهم آتنا أجره ولا تفتنا بعده، واغفر اللهم لنا وله ولسائر المسلمين أجمعين، واحفظ بفضلك مصر أمنا أمانا سلما سلاما رخاء وسائر بلاد المسلمين. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وتوفنا بفضلك مع الأبرار، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. وصل اللهم على الصادق الأمين سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم. الله العظيم ونحن على مقربة من أذان الظهر، أسأل الله العظيم في عليائه أن يتغمد الفقير بواسع رحمته. اللهم اغفر له وارحمه، اللهم اغفر له وارحمه، اللهم اغفر له وارحمه، اللهم عافه واعف عنه، اللهم اكرم نزله، اللهم وسع مدخله، اللهم اغسله من خطاياه بالماء والثلج والبرد، اللهم نقيه من خطاياه كما ينقى الثوب الابيض من الدنس، اللهم باعد بينه وبين خطاياه كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم اقله دارا خيرا من داره، وولدا خيرا من ولده، وزوجا خيرا من زوجه، وصحبة خيرا من صحبته، اللهم ادخله القبر بالسلام، اللهم هون عليه ظلمة القبر يا رحيم يا رحمن، اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة ولا تجعله حفرة من حفر النيران، اللهم ثبته بالقول الثابت عند السؤال، اللهم اجعل اجابته اذا سئل ان يقول ربي الله ودين الاسلام ونبي محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم يا ربنا اجعل عن يمينه نورا وعن يساره نورا ومن امامه نورا ومن ورائه نورا ومن فوقه نورا ومن تحته نورا، وعظم له نورا واجعله في نور على نور منك ومن نور سيدنا ومولانا المصطفى صلى الله عليه وسلم. اللهم شفع فيه الصيام والقرآن، وشفع فيه سيدنا سيد الأنام المصطفى صلى الله عليه وسلم. اللهم اخرجه من القبر بسلام، اللهم احشره يوم الحشر بسلام، اللهم اجعله في ظل عرشك يوم لا ظل الا ظله، اللهم متعه بالنظر الى وجهك الكريم، اللهم لا تنشر له ديوانا ولا تنصر له ميزانا، وادخله الجنه دار السلام بسلام مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. اللهم اغفر له وارحمه وارفع درجته في المهديين واخلفه في عقله في الغابرين، واغفر اللهم لنا وله وللمسلمين أجمعين. اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وسامعنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا، اللهم آتنا أجره ولا تفتنا بعده، واغفر اللهم لنا وله ولسائر المسلمين أجمعين، واحفظ بفضلك مصر أمنا أمانا سلما سلاما رخاء وسائر بلاد المسلمين. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وتوفنا بفضلك مع الأبرار، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. وصل اللهم على الصادق الأمين سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم.
آذان الظلم. أسأل الله العظيم في عليائه أن يتغمد الفقيد بواسع